مصطفى اللبناني شاب يسكن منطقة شعبية، ممثل وراقص استعراضي وعرض أزياء. اشترك في مهرجان مدرسي للفنون المسرحية بعمر 12 سنة. نال استحسان ورضا النقاد والحاضرين والمشرفين الفنيين على المهرجان. مثل دور البطولة في مسرحية الطفل اليتيم، وعمل لمدة 10 سنوات بمسرح الطفل بدول الجوار. وحين عاد إلى العراق صدم بواقع رافض لفنه وموهبته في مجال الرقص الاستعراضي، كونه من بيئة تفتقر ثقافة هذا النوع من الفنون. لم يبالي بهذا الرفض وعدم القبول، بل أصر على شق طريقه المليئة بالأشواك والعقبات. فقد انضم إلى دورة لتنمية قدرته في فن الرقص الاستعراضي بمحافظة أربيل، وكان من الأوائل فيها. لم يحظى بأي دعم من المؤسسات الحكومية التي تعنى بالفن، بل اقتصر الدعم على ذويه وبعض الأصدقاء كالإعلامي محمد الكناني. أخيرا، وجه مصطفى رسالة إلى كل شاب موهوب في كل مجالات الفن، ألا ينتظر دعما من أحد، بل يعتمد على تنمية موهبته ذاتيا، ولا يأبه لما يقوله المجتمع.